السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة احنا لسه مكملين في رحلتنا عبر الفضاء، وده الدرس الثاني عنوان مجموعتنا الشمسية. المجموعة الشمسية في العموم بتتكون من الشمس، وهي المركز الأساسي للمجموعة دي، وكمان عدد من الكواكب اللي بتدور حول الشمس، وكمان موجود الأقمار اللي بتدور حول الكواكب. ولو ركزنا في المجموعة الشمسية سنة أولى هنلاحظ إن الشمس هي النجم الوحيد المضيء في المجموعة، وبيعتبر أقرب النجوم لكوكب الأرض، وهي عبارة عن كرة ملتهبة متوسطة الحجم، بمعنى إن في نجوم أكبر من الشمس وفي نجوم أصغر من الشمس، ولكن بالنسبة لحجم الشمس فهي نجم متوسط الحجم. أهمية الشمس بالنسبة لكوكب الأرض هي مصدر الحياة على الأرض، وتمدها بالضوء والحرارة، فبدون الشمس لا حياة على كوكب الأرض. حجم الشمس يساوي 1,000,000 مرة من حجم كوكب الأرض. لو سألتك هنا سؤال، بما تفسر أهمية الشمس؟ هي مصدر الحياة على الأرض وتمدها بالضوء والحرارة. أكمل العبارات الآتية: النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية هو نقط، وهي تتكون من مواد نقط. طبعا النجم الوحيد هو إيه؟ برافو، الشمس. تتكون من مواد إيه؟ برافو، من مواد غازية، لأن النجوم تتكون من مواد. في كواكب المجموعة الشمسية هنلاحظ إن الكواكب بتدور حول الشمس في مدارات بيضاوية، يعني المدار أو المسار اللي بتتخذه الكواكب في دورانها حول الشمس بتكون على شكل بيضاوي، والاتجاه بيكون من الغرب للشرق، يعني عكس اتجاه عقارب الساعة. اتجاه كواكب المجموعة الشمسية أثناء دورانها حول الشمس فهي بتتجه من الغرب للشرق في مدارات على شكل ايه؟ بيضاوي. طب لو سألتك هل الكواكب وهي بتدور حول الشمس بتصطدم مع بعضها؟ لا طبعا، الكواكب لا تصطدم مع بعضها أثناء دورانها حول الشمس، لأنها بتدور حول الشمس من الغرب للشرق في مدارات أو أفلاك محددة بيضاوية الشكل، لا تميل أو تنحرف عنها، وتسير في سرعة مقدرة ومنظمة، لذلك فهي لا تتصادم مع بعضها. بالنسبة لعدد الكواكب يا سنة أولى فهم كانوا 9. كان عدد كواكب المجموعة الشمسية 9 كواكب، ولكن أعلن في سنة 2006 في اجتماع الاتحاد الفلكي اللي عقد في العاصمة التشيكية براغ، اللي تم إعلانه في الاجتماع ده، أعلنوا خروج كوكب بلوتو من المجموعة الشمسية. قرروا إن هم يخرجوا كوكب بلوتو من إن هم يحسبوه من ضمن المجموعة الشمسية. طب يا ترى ده ليه؟ ده لأن حجمه كان صغير جدا، فهم قرروا أو أعلنوا خروج كوكب بلوتو من المجموعة الشمسية نظرا لصغر حجمه. من النتائج المترتبة على اجتماع براغ 2006، طبعا النتيجة اللي تمت من الاجتماع ده إن هو تم أو إعلان خروج كوكب بلوتو من المجموعة الشمسية نظرا لصغر حجمه. ركز على كواكب المجموعة الشمسية اللي هو عطارد والزهرة والمريخ والأرض والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. فإحنا أكيد هنلاحظ إن الكواكب مختلفة في الحجم، وكمان ترتيبها بالنسبة لقربها أو بعدها للشمس، فهي بتكون متباعدة أو مختلفة أو متباينة من كوكب للتاني. فمثلا لو هنحاول إن احنا نقارنهم أو نرتبهم على حسب القرب من الشمس، فتعتبر كوكب عطارد هو أقرب الكواكب للشمس. عطارد من بعده في البعد الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. طبعا نستنتج أن عطارد هو أقرب الكواكب من الشمس. لنبتون فهو أبعد الكواكب عن الشمس، وكمان هو أشدها برودة لأنه بعيد جدا من الشمس، فبتوصل له طاقة ضئيلة جدا من أشعة الشمس. أولى بالنسبة لقربهم أو بعدهم عن الشمس، فإحنا لو حنميز البعد أو القرب من الشمس فده الترتيب بتاعهم، هو بيبدأ بعطارد وبينتهي بنبتون. طب بالنسبة للأحجام المختلفة للكواكب، يا ترى إيه أكبر الكواكب في الحجم وإيه أصغر الكواكب في الحجم؟ طبعا أنا لو حرتب كواكب المجموعة الشمسية من الأكبر للأصغر بالنسبة للحجم، فإحنا هنبدأ بأكبر كوكب هو المشتري، وبعد منه زحل وأورانوس، نبتون والأرض والزهرة والمريخ، وأصغر كوكب هو عطارد. وطبعا بالنسبة للحجم الكواكب فاحنا بنعتبر ان كوكب المشتري هو اكبر كواكب المجموعة الشمسية، وعطارد هو اصغر كواكب المجموعة الشمسية.
لسه مركزين على كواكب المجموعة الشمسية، ولكن العلماء قسموا الكواكب المجموعة الشمسية إلى قسمين، وده على حسب قربهم وبعدهم عن الشمس. فمثلا في الكواكب القريبة من الشمس، الأربع كواكب الأولى القريبة من الشمس فبنسميها الكواكب الداخلية، وفي فاصل كده ما بين الكواكب الداخلية وبين الجزء الثاني من الكواكب فبنسميه الفاصل ده بحزام الكويكبات. يعني ايه حزام الكويكبات؟ هو عدد من الكويكبات الصغيرة بتاخذ شكل حزام بين المجموعة الأولى من الكواكب والمجموعة الثانية من الكواكب. احنا ذكرنا طبعا ان الكواكب الداخلية من بعدها حزام الكويكبات ومن بعدها الكواكب الخارجية. الكواكب الداخلية سنة أولى زي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، والكواكب الخارجية طبعا برافو عليكم هو المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. طيب بالنسبة للكواكب الداخلية لو عايزين نعرفها أو نتعرف عليها أكتر، هي بالنسبة لنا الأربع كواكب الأقرب إلى الشمس. بالنسبة لخصائصها وأشكالها فإحنا بنعتبرها إن أحجامها صغيرة، وبالنسبة لدورانها حول الشمس هي بتكون سريعة إلى حد ما. فالكواكب الداخلية أحجامها صغيرة سريعة الدوران حول الشمس. كواكب صلبة في التكوين بتاعها بتتكون من مواد صخرية مشابهة كده لكوكب الأرض بتاعنا، وبنطلق عليها كواكب أرضية لأن الكواكب الداخلية يا سنة أولى التكوين بتاعها من مواد صخرية بتشبه الأرض في التكوين، يعني نفس تكوين كوكب الأرض بتاعنا. فعلشان كده بيسموا الكواكب الداخلية إنها الكواكب الأرضية، إن تكوينها من مواد صخرية زي كوكب الأرض. طيب هنا في سؤال، بما تفسر يطلق على الكواكب الداخلية الكواكب الأرضية؟ ليه؟ لأنها مكونة من مواد صخرية مشابهة لكوكب الأرض. خلاص خلصنا الجزء ده من الكواكب الداخلية. احنا ذكرنا ان بعد الكواكب الداخلية في حاجة اسمها ايه؟ برافو، حزام الكويكبات. وهو ايه؟ هو عدد من الكويكبات الصغيرة تأخذ شكل حزام. طب بالنسبة للنوع الثاني او الجزء الثاني من الكواكب اللي بنسميها برافو الكواكب الخارجية. برافو عليكم، وهي طبعا الأربعة اللي فاضلين او اللي باقيين من المجموعة الشمسية اللي هو المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، وهم طبعا معروفين هم من أبعد من الشمس. بالنسبة لتعريفهم احنا هنعرفهم ان هم الأربعة كواكب الأبعد عن الشمس، لذلك تتلقى كمية ضئيلة من الطاقة الشمسية. بالنسبة لخصائصها فهي حجمها بتكون أكبر من الكواكب الداخلية. بالنسبة لسرعتها فهي بتكون أبطأ في الدوران حول الشمس. كواكب المجموعة الخارجية أو الكواكب الخارجية تكوينها بتتكون من مواد غازية. احنا قارنا بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية من حيث التعريف والخصائص.